اهلا بيكم في مطبخ ليليان. كل سنه وانتم طيبين. انا حبيت اعيد عليكم، خلاص الصيام ابتدى وشهر 12 ابتدى شويه وهنلاقي راس السنه والكريسماس والعيد جايين. عايزين نجهز مع بعض شويه من التريتس والحلويات وسناكس كده تكون لذيذه وخفيفه ومش هتاخد مننا وقت خالص علشان نجهزها، وكمان طريقتها بسيطه ممكن تعملوها مع اولادكم او قرايبكم. يلا بينا نبتدي نشوف هنعمل الحاجات الجميله دي ازاي. اول حاجة هنجهز الكوكيز او البسكوت الجميل ده اللي عامل نفسه سابلي، بس لما هتشوفوا الطريقة بتاعته ازاي بسيطة مش هتصدقوا. كل اللي هنحتاجه هو البسكوت الاوريو او البسكوت اللي هو الساندوتش دوت. هنجيب النوع اللي هو الفانيلا والشوكولاتة. نحتاج شوكولاتة بيضة وشوكولاتة خام اللي هي الديري فري او اللي من غير لبن. هنسيحها ونحط تحتيها طبق كده فيه مية سخنة علشان تفضل سايحة. ونجهز بقى شوية من جوز الهند الأبيض أو المتحمص، سبرينكلز أو سوداني مطحون، أي توبينج عايزين تزوقوا بيها البسكوتات بتاعتنا. هنبتدي ناخد البسكوتات بتاعتنا ونتعامل معاها أكنها بالظبط سابلي أو بيتيفور. نزوقها بقى بالشوكولاتة ونزوقها بالمكسرات زي ما تحب. أهم حاجة إن احنا نغطس البسكوتة كلها في الشوكولاتة علشان تبقى متغطية بالكامل، فالبسكوتة من جوه ما تتراش لو قعدت معاكوا فترة. هنعمل شوية كمان بالشوكولاتة البيضة. طبعا البسكوت الأوريو نفسه صيامي، والشوكولاتة الديري فري اللي هي من غير لبن بقت موجودة في كل السوبر ماركت، سهل اوي ان انتوا تلاقوها. وبعد ما نخلص التزويق بتاع البسكوتات هندخلهم التلاجة شوية قبل ما نحطهم في العلب اللي هنشيلهم فيها. تاني وصفة لذيذة هنعملها النهاردة هي البريتزلز اللي هنعمله بالشوكولاتة، او اللي هو البقسماط المملح دوت. هنزوقه بالشوكولاتة كده وبمكسرات وسبرينكلز، بيبقى حاجة لذيذة قوي، مسكرة ومالحة في نفس الوقت. نقدر ان احنا نعملهم في علب كده هدايا ونقدمها هدايا لقرايبنا او لاصحابنا او جيراننا، او ان احنا نقدمهم في مناسبة عندنا، تبقى حاجة كده سريعة ما بتاخدش وقت في التجهيز وشكلها لذيذ. هنحتاج البريتزلز الستيكس اللي هي الطويلة، وهنحتاج شوية من السبرينكلز عشان نزوق بيها، وطبعا هنحتاج الشوكولاتة اللي هي الخام او الديري فري. بس احنا هنسيحها في كيس من اكياس الحلواني علشان تبقى اسهل ندب الستيكس فيها، اسهل ما نحطها في طبق. زي ما انتوا شايفين انا حطيتها في كوباية كده فيها مية سخنة وسبتها جواها علشان تفضل سايحة. ونبتدي نغطس كل واحدة من البريتزلز جوه الكيس، بتبقى طريقة سهلة قوي وبتغطيها بشكل كويس. ونحط عليها السبرينكلز او ممكن تحطوا اي نوع مكسرات مطحون زي ما تحبوا. انا حطيت هنا سوداني مجروش خشن شوية. وطبعا بعد ما نخلصهم لازم ندخلهم التلاجة شوية قبل ما نقدمهم او قبل ما نحطهم في علب الهدايا. زي ما انتوا شايفين شكلهم لذيذ ومخدوش وقت خالص عشان نجهزهم. جربوهم واستنوني في الفيديو الجاي نعمل بقية السناكس. ثانك يو.